قال لك الاهلي وكابتن طاهر قال لك بيراميدز، ده معناه ان الاهلي هيكسب سيراميكا وان بيراميدز هيفوز على الزمالك. بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. لا هو الزمالك والاهلي بجماهيرهم بيتفوقوا بنسبه مثلا 70 80%. حلو. بجماهيرهم بس. انما فنيا في الترتيب اقول لك بيراميدز، زمالك، سيراميكا، اهلي. في الفنيات. بس ايه الريحه على الارض؟ انت ايه فطران بامبرز؟ فطران بامبرز على الصبح. هات ابوك. عايز ايه؟ فهمني بس اللي انت قلته ده. انا بتكلم على الترتيبه اللي انت رتبتها دي. ترتيبه هو حط الزمالك مجامله عشان بيحب الزمالك. لا محدش شاف بقه يا جدعان. لكن هو قال لي حاجه ثانيه. لا كسكوادات. قلت له احنا نخسر باللي احنا فيه ده، نخسر طبعا اللي احنا فيه نخسر. انما انا دلوقتي بتكلم على زي فاكر ماتش لما قلت الزمالك يكسب الاهلي سكور بالظبط. ما هي دي زيها. انا كنت الحنك دي ما يتكلمش، ده يطف بس، والطفه تجعل وش للتاني. انما في الاخر انا بتكلم فنيا الاهلي الرابع فنيا. بالفرقه دي. عايز اقول لك حاجه، اي فرقه هتهاجم النادي الاهلي وهتضغط عليه هتكسبه، كلنا مقتنعين. ايوه. طب انت ما هاجمتش عليه على النادي الاهلي وكسبته ليه؟ لا هاجمنا عليه وما كسبتوش. اول ربع ساعه وما كسبتوش. يا سلام، سلم على مخك البلالان يا بحر العلم يا ترعه المفهوميه يا فيلسوف الحمير.